بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيداتي أوانسي سادتي أعزائي النظار الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، عمتم صباحا وطابت أوقاتكم. لن أطيل عليكم بالكلام، أرحب بالضيوف اللي حاضرين معنا في هذه الصبيحة السعيدة، الأخ سي جلولي محمد والأخ سي عبد الله السنوسي، ويحضر معنا ابن المنطقة ألا وهو الشرقية الناصر. قبل ما نفتح الدردشه نتاعنا الاول، سي الناصر مرحبا بك. وهذو احبابنا وجاو عندنا ضياف وجاو يزورونا. الان نبدا الدردشه نتاعنا مع سي جلولي محمد، ما هو يحكي لنا على الشيخ الجلالي ومدى محبه الشيخ الجلالي رحمه الله عليه. تفضل سي محمد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. البدايه نهضر على المرحوم الشيخ الجلالي عين تدلس، وأسباب المعرفة تاعو هي في سنة 1980 والسبب كان فرح عرس تاع وليد عمتي في وهران. هي السبب تاعو اللي مشينا عنده الدار. هذه في أي مكان يا سي محمد؟ في عين تدلس. هنا في عين تدلس. في عين تدلس في المنزل تاعه بالذات. صح. لا اللقاء اللي تلقيتوا به في المنزل تاعو. في المنزل تاعو. تفضل. في 1980. تفضل. وهذاك الوقت الابن تاعو الشارف كان في الخدمة الوطنية، ويعني كان كما نقولوا حنايا بيرميسيون. والعرس اللي خدمه هنا في قنبيطة في وهران. قنبيطة وهران. ايوه، هذا هو السبب نتاع المعرفة نتاع الشيخ الجلالي عين تدلس رحمه الله. بقات المعالقات معه كيما هكا. يعني ثم بقات المعالقة معه. هكا كنا نتلاقاو حنا وياه. يعني سبق لك وين حضرت له السهرات تاعو؟ حضرنا. يعني تكلم لنا يعني واحد الحادثة، يعني الشيخ حكى لك عليها من كان هو والشيخ حمادة. هو الوقت اللي كان هو الشيخ المرحوم الشيخ حمادة كانوا يخدموا الجزائر العاصمة في زيرالدا وتيبازا وفوردولو. كانت عندها جنازة هي الأولى، أنا كنت حاسب ولده، ولكن الجنازة الشيخ الجلالي. الشيخ الجلالي هما كانوا في الجزائر. وحمادة خدامين في كما نقولوا حنا في البحر. صح. هيا عيطوا له على الجنازة هذه، ما حبش يخبر الشيخ حمادة، خاص لو كان يخبر الشيخ حمادة كي شغل تخسر لهم الكونترا. يعني ديك الليلة تخسر لهم كاع الكونترا تاع الشهرين هذه. أما لا كمل الحفلة تاعو وجاهنا العين تدلس، حضر في الجنازة، دفن معاهم، أشرع لهم، قضى لهم كل شيء. والعشوة على الستة قال لا راح خدم الخدمة تاعو كيما نضاري تقول ما جا ما راح بلا ما يدري الشيخ حمادة. ما قالوش، ما خبروش، خاطر خدموا كيف في رحبة، راحوا يرقدوا والصباح سبحان الله العظيم. ايوا قال لي ما بغيتش نخبره، كان نخبره العازمة تخسر. صح. قال لي حتى من بعد خبرته، قلت له هاش تصرى قال لك يا مقدي، قال له ما بغيتش نخبرك. تفضل. قال له ما بغيتش نخبرك، ما بغيتش نخسر زعما الحفله تاع الخدمه تاعهم. يعني الخدمه تاعهم ثم بعدك كانت الجزائر العاصمه كانت تحب البدوي. فيها كونترا فيها. كانت يعني ثم كانوا يعني الناس ولا هي الصيفيه. والنقطه الزوجه اللي حكاها لنا، قالنا كي جينا ذهبنا للريستورون فطروا وناضل الشيخ حماده باش يقصد يدي. هيا كي جاء حماده من الغرات تاع ليطوالات هذيك، جبد الشيخ الجلالي عين تدلس رحمه الله، جبد المشوار ذاك جديد، ماهوش خادم كاع كيما جابها مطبق. عطاه للشيخ، الشيخ قال ابقى يمسح، ومن بعد رفداه الشيخ قال له هذا مفتاح تاع الدنيا تاع الحياه تاعك. هذا الشيخ حماده يقول الشيخ الجلالي. الشيخ الجلالي قال له هذا المشوار هو مفتاح نتاع الحياه نتاعك. بارك الله فيك. هذا النجاح تاعك. هيا وهذه هي. سي محمد، يعني احنا لو كان نتكلموا على الوقت تاع ذاك الزمان مع الوقت تاعنا،
حنا شفنا زمان بكري كانوا المغنيين يقدروا بعضهم بعض، يقدروا بعضهم بزاف. وشفنا اليوم سي محمد تقولنا يعني انت عاصر ذاك الوقت، عاصرته مع الشوقه ويعني وسافرت معاهم وكاع، ورانا نسمعوا في هذه المواقع التواصل الاجتماعي، رانا نشوفوا بعض يعني نشوفوا الرديئه رانا نشوفوها. سي محمد تقولنا هو في ذاك الوقت ماشي حتى يهضر معاه، ما يتجمعش قدامه كما راهم مجمعين الناس، بالرغم من يخدموا فعلا لا بغى يخدم ولا ما يخدمش. الشيخ كي يكون صغير على شيخ، الشيخ الصغير ذاك يحترم بزاف الشيخ الكبير. هذه قالها لي سي محمد، قالها لي الشيخ محمد الدهواري، قالها لي ما يهدرش قدامه، ولو كان يكلفوه بغنيه ولا حاجه تقول له ما يغنيش قدام الشيخ، ما يغنيش قدام، يقول لهم مادام الشيخ راه حاضر الكلمه تاعي ما تخرجش قدامه. يعني هذه من الطيبه تاع الانسان. كان واحد السيد عنده 95 عام ذاك الوقت يعاود لي ملي كانت القهوه تاع المدير فيها المشيخه، قال لي يجي واحد السيد من الشيوخه كيما هذا تاع، قال لي فات قدام الشيخ تاعنا سميه لي المدني، الشيخ المدني رحمه الله عليه، خاصهم جده كلها قهوته، وكلها قهوته كل شيء قهوته كما كانت عندنا في مصغين تاع الهلال، كما كان الشيخ الخالدي قهوه تاع اكمام، حتى قهوه فريد وعبد الحليم كانت كاينه هذا جديده. هي جا واحد الجماعه قال لها طلع جبنا مرجوع، والشيخ مجمع غير كيخلط صح، اطلع ما احترمه، ما قال له اسمح لي يغني. هي نطلع الجماعه قال لها الشيخ ايش قلت على الشيخ؟ ما عرف لا نقولها ولا ما نقولها. لا قول تفضل. قال لهم ودي ايش نقول لكم؟ قال لهم احمر خالص خاصته غير على والله هذا الشيخ هو يعني زعف ايوه وتبدا فتقش. شوف الشيخ جيتني على هذه، الشيخ الهواري ولد الشيخ محمد العربي ولد ماماش. يعني قال لي كنت ننقل على بوي الكلام، نسمع قال لي يغني ونقول عليه الكلام، قال لي بصح قال لي عمري ما غنيت في الدار انا وياه، قال لي هو يكلمني يقول لي ودي غني معايا وكاع، قال لي كانت يا سي عبد الله كانت الحرمه كانت بزاف، والحياه كان بزاف. بكري كانت كاع الدنيا تربي سي محمد، سي عبد الله شاركنا في الراي تاعو. بكري كانت كاع الجوارين يربوا، الاباء الكبار يربوا، الصغار يربوا، ولكن الوقت هذا الوقت حنا نقول الله يهدينا. وبكري اسمح لي سي عبد القادر، المشيخه هذه كانت ثقافه كانت بكري ثقافه صادق، ماهيش ثقافه حاشا اللي ما بارك الله. بكري كانت ثقافه، كنت تهضر مع الشيخ دلوقتي تهضر مع فاهم يعني من الكلمات، يعني من طيبه القلب، الهضره نتاع الزنقه يهضرها موزونه. وفاني سي محمد والله السؤال لسي عبد الله وسي محمد حتى الناصري شاركنا في هذا الاخر، يعني احنا بكري كنا نشوفوا الشعراء بكثره، والشاعر يعني كي يالف قصيده راه يسهر عليها وراه يبات عليها، يعني يمدها للشيخ. دروك هذا المغنيين سمعتهم انايا يقولوا 3 كلمات ولا 2 كلمات مع ليله كامله، وشوف يعني التواصل يعني متهاتفين عليهم ويحوسوا يقارعوا لهم. وانت سي محمد شي قلنا ولا حاجه عبد الله؟ هي حسب ما اظن ان الشاعر قديما او الفنان كان يحمل رساله ويسعى لتوصيلها، توصيل هذيك الرساله وفي قرارة نفسه انه يرى نتيجتها، يقارع النتيجه. اذا ما دام ولا يهمه الجانب المادي، حتى انه لا يهمه الجانب المادي، قد ما يسعى الى توسيع الفن نتاعو وتوصيل الرساله من خلال هذا الفن نتاعو الى غير ذلك. اما من بعد فاصبحت الماده الطاغيه، فاصبح كل من هب ودب يؤلف كلمتين، وربما هذه الكلمتين ليس لها أي هدف أو لا تسعى لتوصيل أي عبارة أو عبرة، ولهذا انطلق الجميع سعيا وراء الماديات، ووجد من المجتمع من يسايره ويتماشى معه ويشجعه ويصفق له، وبالتالي فيظن نفسه أنه قد وصل إلى العالمية ووصل إلى أنه أصبح مشهورا إلى غير ذلك. وبالتالي في الفن لما الفن يصبح غير بناء وغير هادف ويذهب إلى الرداء ويسقط ويصبح في الحاضر، وبالتالي يصبح يضر أكثر مما يقدم منفعة ما.
أو يوصلوا رسالة ما إلى المجتمع. وبالتالي فالفنان الفنان الواقعي والفنان الحقيقي هو من يساير هموم المجتمع ويسعى إلى كثير من الشعراء الذين كانوا يسعون لإثارة مظاهر ما لا تعني المجتمع أو ليست أو غريبة عن المجتمع، فيحاولون معالجتها بشيء من القصائد والأشعار إلى غير ذلك حتى ليعود الناس إلى الجادة ويتخلوا عن هذه. وكثير مثل الشيخ عمر البقراني وغيره. وبالتالي تصيب عندهم أشعار الشيخ الجلالي رحمه الله الكثير، الشيخ بخير، وبالأخص وبالعموم الشعر البدوي، ولسميناه بدوي. لما تقول بدوي معناها الكلمة الهادفة، الكلمة النقية، الكلمة التي لها معنى، الكلمة التي تربي الأجيال، الكلمة التي تقدم حكم وتقدم دروس للأجيال. وبالتالي فإذا كي نقولوا البدوي نقولوا عنه الحياة، لأن احنا نعرف البدو يمتاز بالأصالة ويمتاز بالكرم الكرم هو الجود، ويمتاز أيضا بالحياة، ويحرصون كل الحرص على التربية والنشأة الطيبة. وبالتالي فما أثرته أنت وأخي الحاج محمد من كون أن البعض من المشايخ البدوي لا يتقدمون ويستاحون ويحترمون، هذه من باب ماذا؟ من منطلق التربية. والتربية من يقوم بها؟ يقوم بها الآباء والأجداد ويغرسونها في الأجيال الصاعدة. وبالتالي هذا هو السر في الله يعني الكلام تاعك والله طيب مع الأخ الحاج محمد وبحضور الأخ سيدي ناصر. يعني احنا ننطح لك سؤال يعني وتجاوبني يعني باختصار ولا لك الحرية تامة. يعني احنا شفنا يعني المدافعة في الأسواق يعني يقدمون إلا الكلام الطيب يعني ويقدموا الموعظات ويعني والعباد ما تنتبهش لهم. المدح هو من القديم ومن التراث، والمداح كان قبل ظهور التلفازة وظهور حتى تقول حتى المسرح، لأن المداح هو عبارة عن مسرحية كانت تثار في الأسواق، ويتقدم المداح ويأتي بقصص مشوقة كقصص ألف ليلة وليلة وغيرها، قصص مشوقة، لكن هذه القصص المشوقة تهدف إلى أو تعطي دروس وعبر. هذه الدروس والعبر كانوا يجتمع عليه الناس ويقدمون له المال كمساعدة من أجل أن يسمعوا النصائح أو يسمعوا وبالتالي في المداح الكثير من المداحة أنهم كانوا يثيرون قصصا ويكثرون نصائح ربما تخص الجانب الاجتماعي، حياة التعاملية ما بين الناس، أو تخص جانب تاع التربية، أو تخص الجانب الديني، المحافظة على الدين والتمسك به وغير ذلك، لكن في قالب، هذا القالب هو قصصي، وهذا القالب القصصي بأسلوب شيق ويثير. وبالتالي فبين قبل إتمام القصة أو أثناء التشويق يتوقف المداح ويطالب جمع بعض المال حتى يواصل، فتجد الناس تدفع له من أجل أن يواصلوا ألا يقطع القصة، كأنهم يعيشون خيال القصة، يتعمقوا في القصة ويعيشوا الخيال تاعها والأحداث تاعها ويتعايشون معها. وبالتالي تجد أن المداح يسيطر على الجلسة وكل الأعناق مشرئبة إليه والسمع دقيق ويلتقط القصة، ومن خلال القصة كانت هناك دروس وعبر يتأثر بها الشخص وربما يطبقها في حياته مع نفسه ومع أبنائه وأسرته وغير ذلك. يعني الشيخ هنا نفتحوا قوس يعني جمعكم شويه عايل وكاع. عندنا الشيخ الشاعر بالعوره، الشيخ الشاعر محمد بالعوره، يعني نهار وقع ديك الحادثه نتاع الطائره تاع بوباريك، يعني والله قال واحد القصيده هو يقول وانا نخيب طياره كتير بالعوره تاع تيرت بالعوره لأنها عاشها بإحساسه، صورها بإحساسه،
وانعكست على الكلمات وعلى الابيات تاعو، ووصفها بدقه، لأنه عايشها بإحساسه، وعايش نفس الوضع تاع اللي كانوا في الطائرة وأهل الطائرة، وبالتالي صنع هذاك القالب تاع الشعري وكأنه كان حاضر وكان معاهم وعاش نفس الحادثة. لماذا؟ لأنه قالها من أعماق القلب تاعو أولا، ثانيا عاشها بإحساسه التام. والشاعر ما يدفعه إلى الشعر هو إحساسه، هو التأثر هو الذي يدفع الشاعر إلى بناء القصيدة. وكل قصيدة والقصائد، كاين القصيدة اللي تأثر فيك لأن الشاعر قالها بصدق ومن أعماق القلب تاعه وغير ذلك، وكاين قصيدة لا تؤثر فيك لأنه ربما كانت من أجل التنميق وكانت بعيدة كل البعد عن الإحساس والمشاعر. ولذا سمي الشاعر بالشاعر لقوة المشاعر التي بداخله. والله بارك الله فيك. سي عبد الله، بهذه المناسبة السعيدة وبهذه يعني الحضور تاعكم اللي حضرتوا عندي هنايا، امثال نوجه تحية للإخوة اللي شاهدوكم ودائما يطلبوا من هذه المنبر تاع القناة، يطلبوا سي عبد الله يعني الكتابة تاعو تكلمت عليه الحمد لله. أنا أشكرك جزيل الشكر، وأتمنى لك أنت والحاج محمد أطول العمر إن شاء الله. الله يبارك فيك. ونشوفكم في مرة أخرى إن شاء الله. الكلمة الأخيرة ليك سي عبد الله قبل ما نختتم هذا اللقاء. سي عبد القادر، نشكرك على حسن الضيافة مرة أخرى، ونشكرك على هذا اللقاء اللي كنا بغير استعداد، كان عفويا، لقاء عفوي جاء في إطار الزيارة الخاطفة لسيادتكم. إن شاء الله ما تكونش الأخيرة، وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة، ونتمنى إن شاء الله تبقى هذا البيت عامرة ثامرة إلى يوم القيامة. وإن شاء الله ربي يبارك لكم ويبارك في المجهود تاعكم إن شاء الله، وإن شاء الله دائما تكونوا في إطار جمع الأحباب والأقارب والكلمة إن شاء الله، دائما تكونوا في هذا الاتجاه إن شاء الله. وبارك الله فيكم. سي محمد تفضل قول لك كلمة. أنا عندك الميكرو تاعك، الميكرو تاعك عندك. أنا كاع تفضل. واش نقول لك سي عبد القادر، بارك الله فيك على الضيافة، حسن الضيافة، واش نقول الله يجعلها كما قال لك تابع يقولوا بالعودة إن شاء الله يا ربي. وربي إن شاء الله يشد لك في يد الوليدات. الله ينورك إن شاء الله ويفتح عليكم. هذا هو، الله يشد لك في يد الوليدات والله يقريهم ويكبرهم إن شاء الله وتنال منهم إن شاء الله. إن شاء الله يا والله يشد لك الزوجة والبنيات. آمين يا ربي، آمين. الله يفتح عليكم إن شاء الله. هاي وإن شاء الله نعاودوها في وهران إن شاء الله يا هذا وذا عهد إن شاء الله. الآن بهذه الكلمة الطيبة من الإخوة اللي حضروا معنا وشرفونا، يعني كان والله جد سعيد. بارك الله فيك. راني فرحان، يعني فرحة لا بارك الله فيك. أنا الكلمة للضيف تاعنا ابن المنطقة سي سلبية الناصر. قدر سي الناصر على عبد الله. بسم الله، السلام عليكم. نشكر ضيوفنا الكرام راهم قدموا لنا واحد الكلمات، الله يبارك، عطاونا احساس كي شغل عشت معاهم الوقت الماضي. وصح كما كانوا يحكوا لنا، كان الشعراء كانوا عندهم واحد كلام زعما كما نقولوا احنا يجي يسمعه كبير صغير، تسمعه مع ابوك مع اخوك مع العائله كومبلي. والحمد لله الحمد لله نشكرهم على هذه الكلمات، وشكرا بارك الله فيكم الشيخ. بارك الله فيك. قبل ما نختتم اللقاء نتاعنا اليوم هذا، اليكم زوج اغاني، الاولى للشيخ الجلالي عين تدس، والثانيه للشيخ محمد بالعوره السوقري. اعزائي النظراء الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، اشكركم وأجدد شكري وترحيبي للإخوة اللي حاضرين معنا وأتونا من مدينة وهران الباهية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.